السلام عليكم حبايبي حبايب ملعوبة بودكاست. اهلا بكم معايا تاني والموسم الجديد من الدوري الانجليزي البريمير ليج 25-26. يلا بينا نشوف ايه الاخبار ونشوف الميركاتو اللي كان مولع الصيف دوت، وحصل انتقالات كتيرة جدا وفلوس كتير قوي اتصرفت. يلا بينا نشوف الجولة الاولى بتقول ايه، ونشوف الكلاش المهم جدا وقمة الجولة ارسنال مانشستر يونايتد، او بالاصح مانشستر يونايتد ارسنال. يلا بينا مباراة الافتتاح اللي كلنا بننتظرها، واخيرا النهارده ان شاء الله الساعة 10 هيلتقي الريدز ليفربول اللي هو صاحب اللقب بتاع البريمير ليج، وكان محمد صلاح وتألقه الفظيع، ولحد دلوقتي لسه سباق الكرة الذهبية مع الفرنس فوتبول لسه شغال لحد دلوقتي. وهنشوف صلاح بالنسبة للتوقعات، ناس بتقول ثالث، ناس بتقول خامس، ناس بتقول اول، لكن العدد اللي بيقول اول قليل جدا، وغالبا هو عثمان ديمبلي هو المرشح الاول بما ان هو فرنسي والكرة الذهبية زي ما احنا عارفين طبعا فرنسية. لكن عثمان ديمبلي قدم فعلا موسم ممتاز، لكن لو بصيت على التدخلات اللي عملها ديمبلي وصلاح بالنسبة لفرقته قد ايه كان مؤثر صلاح. يعني ديمبلي لسه كنا بنشوف كاس السوبر بتاع الويفا وشفنا قد ايه ديمبلي يعني معظم اوقات المباراه ما كناش شايفينه، وتقريبا باريس سان جيرمان كله كان لمده اكتر من 80 دقيقه زي ما لوتشو نفسه قال في المؤتمر الصحفي، هم كانوا افضل 80 دقيقه، توتنهام كان احق بالمباراه واحنا ما كناش نستحق المباراه دي. لكن توماس فرانك بعهد المدرب الحديث على نهائيات وبطولة كبيرة بالنسبة له الدنماركي، عمل مباراة روعة وبدأ يسحب الكروت المهمة بدري جدا، والتحمت الخطوط عنده وبقى بيدافع ب10 لعيبة، نفس اللي عمله انزاجي قدام لوتشو، وهو ده كان السبب في خسارة الانتر في نهاية تشامبيونز ليج الموسم السابق. وبرضه كان هو بعد ما كان توتنهام متقدم الفراخ 2-0 وكان سهل جدا المباراة ماشية وجميلة جدا، خرج بالينيا، خرج قدوس، خرج كل اللعيبة اللي كانت واقفة على رجليها بحجة ان هو هيلعب بالنسبة للبريمير ليج الجولة الاولى، وان هو 2-0 نتيجة ما كانتش مطمئنة. هو استعجل شوية توماس فرانك، وهنا هنشوف الحنكة اللي بيكتسبها المدرب مع الوقت. عامة هنشوف سباق الكرة الذهبية ده بعدين. يلا بينا على الجولة الأولانية، وزي ما اتفقنا النهاردة الساعة 10 هيلتقي الريدز ليفربول مع بورنموث. يعني فرقة كويسة، حبات الكريز فرقة كويسة، قدمت كرة كويسة والناس كلها بتحترمها. نشوف بالنسبة له بعد البري سيزون الكويس جدا اللي عمله سواء ليفربول أو بورنموث ايه اللي هيحصل. الانتقالات والميركاتو الصيفي اللي حصل في ليفربول كان شديد جدا. اولا ودعنا لويس دياز اللي راح البوندسليجا مع العملاق البافاري، 80 مليون تقريبا يورو للويس دياز وراتب عالي جدا، يعني ودعوه بطريقة شيك جدا وانعش خزانة ليفربول بعد طبعا ما اشترى يوجو ايكيتيكي الفرنسي ودفع فيه مبلغ محترم هو وفيرس، فلوريان فيرس الراجل الالماني. هيفرقوا اللعيبه دي كتير جدا مع فريمبونج من ناحيه اليمين، وده الكلام بتاع ارن سلوت في المؤتمر الصحفي برضو اللي قال ان انا بعد خساره الدرع الخيريه انا عندي فرقه كويسه هيساعدوا صلاح سواء برادلي او فريمبونج، ووجود فيرتس في نص الملعب اللي بيدي التنوع اللي كان مفتقده شويه ليفربول، مع وجود رايان خرافنبرغ لما يرجع ان شاء الله من الايقاف، وجود ماكاليستر وحتى سوبوسلاي، هيكون في تنوع شويه في نص الملعب. مين اللي هيلعب المثلث بتاع نص الملعب اللي بيحب يلعبه ارني سلوت؟ هيكون في ماكاليستر اكيد. ما اظنش ابدا ان خرافنبرغ هيكون في اي يعني منافس ليه قوي، هو موجود في الملعب لعيب قوي بنيانه كويس سريع بيقدر ان هو يعمل الفارق في نص ملعب ليفربول، وانا من رايي ان هو كان يستحق ان هو ياخد افضل لاعب بروميسنج بالنسبه للكره الذهبيه. من ناحيه حبات الكريز عندهم ايفا نيلسون، وهيقدروا ان هم يحاولوا يلعبوا عليه هو وسيمينيو، والخطه المعروفه بالنسبه لحبات الكريز. صحيح فقدوا منوش كيركس اللي راح ليفربول، وكان
ثغره واضحه في دفاعات ليفربول. الراجل هجوميا لعيب كبير وكلنا عارفين، وممكن يعمل ثنائي كويس مع المجري مواطنه سوبوسلاي، لكن اللي احنا شفناه منه في الملعب ان هو بيسيب مساحات وراه كتيره جدا، وكانت واضحه قوي. وكريستال بالاس كان يستحق من قبل ضربات الجزاء ان هو يكسب. من وجهه نظري كان في كورتين 3 عملهم من ناحيه مينوس، كورتين 3 اجوان بالنسبه لكريستال بالاس. ماتيتا العملاق فرقه قويه، هنشوف منها مردود كويس لو فضلوا محافظين على نجومهم. وسامع ان ايسي لسه في كلام عنه في الانتقالات دي. المباراه هتكون شيقه. ناحيه ليفربول زي ما اتفقنا مازال في مشكله في عدم وجود ماكاليستر وخرابنبرغ. هل هنشوف المباراه دي خرابنبرغ مش موجود؟ هل هنشوف جونز مع ماكاليستر؟ جونز ما قدمش مباراه كويسه في نهائي درع الخيريه، ما كانش افضل حال، لكن يمكن لما يكون ماكاليستر معاه وقدامهم فيرتس هيكون اكتيكي في نص الهجوم بتاع ليفربول، ومن جنبه اللي هيحل محل لويس دياس وخلاص هيبقى موجود دايما. وكان عنده مشكله دايما في تداخل المربعات بينه وبين لويس دياس. هو خاجبو هيكون موجود الطرف الشمال، وما اظنش ان فيها منافسه كبيره معاه ناحيه الشمال، ومحمد صلاح ناحيه اليمين. يعني اذا هو المشكله اللي هتكون موجوده بس هي فريمبونج، وان هو يحاول ما يسيبش مساحات وراه. هو اقوى شويه من كيركس دفاعيا، لكن كيركس بصراحه يعني كان ثغره كبيره. وهنشوف ازاي بالنسبه لارن سلوت هيقدر ان هو يوزع الادوار بين اندي ريبورس روبو ومع كيركس. مين فيهم اللي هيكون اساسي؟ اكيد كيركس جاي علشان المستقبل، لكن وجود روبرتسون اللي كنت متوقع ان هو ممكن يكون ليه اي عقد يمشي، لكن هو مازال محتفظ بيه الماتشات كتيره اللي هيلعبها ليفربول، فبالتالي ممكن ان هو يبتدي بالمره دي ما يبتديش بكيركس. انا اعتقد ممكن على ارضه في استاد الانفيلد ويول نيفر ووك الون هيكون روبو هو الاساسي، والناحيه الثانيه فريمبونج هو برضو ممكن هيكون اساسي على برادلي. لعيب ممتاز وهو اشاد بيه في المؤتمر الصحفي، لكن اعتقد ان فريمبونج الاداء اللي بيأديه يمكن متنوع اكتر شويه من برادلي. لعيب متمرس اكتر من برادلي، لعيب اساسي لعب في البوندسليجا وكلنا شفناه. فيرتس واستلامه للكوره وحبه ان هو يشتغل بين الخطوط هو ده اللي كان مطلوب وكان عايزه ارن سلوت، وكان بيحبه برضه كلوب، لكن كان بيعملها بفيرمينو، كان بيرجع فيرمينو في المناطق دي. النهارده انت عندك فيرتس كراس مثلث، في ظهره هيكون ممكن جونز مع ماكاليستر، او المجري سوبوسلاي مع ماكاليستر كده كده قطعه موجوده في نص الملعب، وحد هيعوض خرابنبرغ اللي مش موجود للايقاف. وبالشكل ده ليفربول هو الافضل. صحيح كريستي في ناحيه حبات الكريز لاعب مهم جدا ومصاب ومش هيكون موجود، وعندك برضو لويس كوك اللي الفرقه بتعتمد عليه وفي قيادته لعيب يعني بقاله سنوات طويله مع الفريق. هنشوف الماتش ده يعني اكيد الكفه رايحه ناحيه ليفربول، لكن هو ده الدوري الانجليزي. هنشوف صلاح بالنسبه للماتش ده يعني دايما في المباراه الافتتاحيه صلاح بيسجل، وهو نفسه منتظر المباراه دي. ما قدمش مستوى كويس في الدرع الخيريه، وكان في يعني ضغط عليه كبير جدا من ناحيه اليمين في كريستال بالاس. النصور اللي استحقوا عن جداره ان هم يفوزوا بالدرع الخيريه. يلا بينا نشوف الماتش اللي بعده، يلا بينا. طبعا ما نقدرش نتجاهل التويته اللي عملها محمد صلاح عن بيليه الفلسطيني اللي استشهد برصاص الاحتلال في الاراضي المحتله، الاراضي العربيه المحتله الفلسطينيه. يعني كانت تويته ممتازه، وقد ايه محمد صلاح مؤثر في العالم، مش عالم الكروي بس، في العالم بتاع الرياضه عامه. وقد ايه التويته جابت ملايين في ساعات، بالرغم من ان في نجوم تانية كتير. يعني بالنسبة لإيريك كانتونا اللي عمل بوست عن سليمان العبيد بعد 7-8 أيام ما جابش 700,000 يعني لايك، بعكس محمد صلاح اللي عدى مشاهدات بالملايين ولايكات فوق 1,300,000. يعني ما شاء الله التأثير مهم جدا يا صلاح، منتظرين أكتر منك، ويعني ربنا يجعل الأراضي العربية كلها في أمان وخير، ويخلصنا من الاحتلال ومن شرور الناس اللي احنا عارفينهم.
المباراة اللي بعدها على أرض الولفز، واللي دايما عقدة بالنسبة لجوارديولا، البيب جوارديولا المرة دي يعني عامل توليفة قوية جدا جدا، ولسه عايز دوناروما، وبيفاوض دوناروما اللي قال بالمفتشر كده لباريس سان جيرمان انا مش لاعب معاكم تاني، وما كانش موجود في كاس السوبر في النهائي. الراجل خلاص دلوقتي دخل في مفاوضات، بيقولوا ان في انديه كبيره جدا بالنسبه للسيريا ايه في هناك في الكالتشو الايطالي بيتفاوضوا، لكن مانشستر سيتي يا جماعه لو البيب جوارديولا هو اللي داخل في الصفقه فعلا بتقله وهيدفع، اكيد الصفقه رايحه ناحيه ومايله ناحيه البريمير ليج ومانشستر سيتي. هنشوف بالنسبه لدوناروما هيبقى اضافه كبيره جدا جدا للفريق. ما نقدرش نقول ان إيدرسون يعني ما اداش اللي عليه، لكن إيدرسون يعني البيكه بتاعته هتبتدي انها تقل واحده واحده، كحارس مرمى لسه له مواسم كتيره يعملها، لكن وجود دوناروما طبعا اضافه ما فيش شك لاي فرقه هيلعب فيها. الماتش ده بالنسبه لمانشستر سيتي مهم جدا، الانطلاقه مهمه جدا، الميركاتو اللي حصل واللاعب تشيركي اللي هيلعب، وفي نفس الوقت عدم وجود دي بروينا اللي هيكون تقريبا كده هيكون مكانه مرموش، ان ما كانش برناردو سيلفا هيكون مرموش. اتمنى ان مرموش هو اللي ياخد الحته دي. ناحيه الشمال دوكو، يعني الشكل لسه مش واضح، احنا لسه في اول مباراه في الدوري، هنشوف واحده واحده، ولو ان يعني جوارديولا دايما بيحب يفاجئنا، لكن هيكون في هالاند وراء مرموش، وممكن يتحرك من الناحيتين تشيركي، والناحيه الثانيه بالنسبه لدوكو في وجود سافينيو اللي يعني بيفاوضوا دلوقتي توتنهام. لو حصل على خدمات البرازيلي سافينيو الصغير اللي عنده 21 سنه داخل في ال 22، لعيب كبير جدا مراوغ وسريع وحاجه يعني ممتازه، وهيشارك كويس جدا في صناعه اللعب. لو توماس فرانك حصل عليه فعلا الفرقه دي هتكون قويه جدا جدا، وهيكون مقابله الفراخ خاصه على ارضهم هتكون صعبه. عندهم بالينيا في نص الملعب اضافه كبيره اللي جابوه من بايرن ميونخ على سبيل الاعاره. رحيل سون والتاثير الرهيب اللي سابه في قلوب الجميع، واللي بنتمنى له الخير في الدوري الامريكي MLS. هنشوف هناك يعني سون هنتابعه كده يعني من بعيد لبعيد، هيوحشنا الكوري ذو الاخلاق العاليه. لكن بالنسبه لتوتنهام قدر ان هو يدعم بمحمد قدوس. محمد قدوس ظهر في نهائي في ماتش السوبر بشكل ممتاز، يعني هو اول ما خرج فرق كتير جدا في الناحيه الهجوميه. قدوس بيعرف يتمركز، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف ان هو يراوغ، بيعرف ان هو يسدد، وكمان ممرر بارع. يعني بالنسبه لاضافه قدوس كانت مهمه جدا جدا بالنسبه لتوتنهام. اضافه بالينيا انا اعتقد هتكون كبيره جدا. ريتشارلسون لو قدر ان هو ما يطردش ويحافظ شويه على الاتيتيود بتاعه، ويبتدي كده يبقى عاقل شويه ويبطل العقليه البرازيليه دي، وياخد باله ان الفرقه بتخسر كتير جدا لما يطرد وياخد انذارات والكلام دوت، والتوتر الشديد اللي بلا داعي دايما بيعمله، هيكون هو الاساسي. يعني بالنسبه لخطه توماس فرانك هيكون الافضل ان هو يحب يلعب بمهاجم متحرك زي ريتشارلسون، زي ما كان بيعملها مع برينتفورد هناك في النحل. لكن هنشوف بالنسبه لسولانيكي، هل سولانيكي هو اللي هيكون الاساسي؟ انا اشك. لو ريتشارلسون ركز هيكون هو الاولى، لان الادوار اللي بيعملها سولانيكي دايما بيكون متمركز وراس حربه صريح، وده اللي مش بيحبه توماس فرانك في فرقته. اكيد هيحتاجوا طبعا مباريات كتير، لكن هنشوف هو هيعتمد على مين. ناحيه توتنهام دانسو اكيد موجود، سبينس بيقدم مباريات ممتازه بجد، اكتشاف كويس من بوست توغلو قبل ما يمشي. فيكاريو ادى شويه اللي عليه، والهدفين يمكن ما يسالش عنهم. هنشوف بالنسبه لتوتنهام هيعمل ايه في مباراته. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن السيتي والوولفز. الوولفز دايما عقده لبيب جوارديولا، باي مدرب وباي فريق دايما بيمثلوا مشكله كبيره لجوارديولا، وبيقدروا ان هم يخطفوا من ايام نونو سانتو واداما تراوري لو تفتكروا، وحتى في الموسم السابق كانوا مشكله كبيره بالنسبه للسيتي. المباراه دي مهمه، 3 نقط انطلاقه، يعني انا موجود، انا بالميركاتو بتاعي وبالقوه الشرائيه اللي انا عملتها انا مرشح مع المربع الذهبي. وهنشوف خلال الدوري الدنيا تمشي ازاي مع الميجا مايند ومرموش، وان شاء الله ربنا يوفقه ويحصل على المكانه اللي يستاهلها بين يعني تشكيله جوارديولا. مش عارف برناردو سيلفا اللي كان عمل لجوارديولا، كنا بنتكلم بنقول ليه بيلعب، هل هيشارك الموسم ده بصفه اساسيه؟ هنشوف جوارديولا ناوي على ايه، خاصه بعد دي بروينا ما مشي وساب الفريق. نشوف الماتش اللي بعده، يلا بينا.
ونطير على الحد الممتاز ونشوف البلوز اللي هيقابل كريستال بالاس بطل الدرع الخيريه وكاس السوبر الانجليزي. هنشوف المباراه دي بالنسبه لمارك جويهي اللي بيفاوضوا ليفربول وعايزه بقوه ارن سلوت كاضافه كبيره، راجل قائد في الدفاعات ويقدر ان هو يعمل اضافه كبيره لو كوناتي اللي متعود على الاصابات حصل حاجه يمين شمال فيه. طبعا هنشوف الشكل النهائي ايه بالنسبه للميركاتو، لسه في صفقات بتحصل زي ما اتفقنا في دونا روما، في مشكله ايساك اللي لسه دايره، السويدي المكار البكار مع نيوكاسل، وقال بشكل صريح حتى لو قعدتوني في المدرجات انا مش هلعب ابدا لنيوكاسل. انا مش عارف تبعيات المشكله اللي عملها لنفسه الكسندر هتنتهي على ايه، ووكيل اعماله ناوي على ايه. ليفربول عرض 150 واترفض برضو من المستثمرين العرب في نيوكاسل. الفلوس مش كل حاجه لان احنا عارفين الناس هناك معاها فلوس، لكن هنشوف مراحل العند بين الكسندر ايزاك ونيوكاسل ماك بايس هتنتهي على ايه. ايدي هاو قال هو مش معايا كده كده في المباراه الافتتاحيه قدام استون فيلا ومش هيكون موجود في السكور شيت، وهو قال انا مش هتمرن اصلا في التمرينات الجماعيه، انتوا بتحرموني من ايه، انا مش موجود، انا هقعد في المدرجات مش هلعب لنيوكاسل تاني ابدا، انا عايز ليفربول. نشوف يعني المفاوضات هتتم على ايه، لسه في ميركاتو شغال زي ما اتفقنا. طبعا احنا هنشوف ماتش مثير بالنسبه لنيوكاسل واستون فيلا، لكن احنا كنا بنتكلم على البلوز وعلى ارضهم مع الراجل انسو ماريسكا اللي عامل يعني صفقات تاني ورد مشى سانشو اعارته خلصت ما جددهاش، عنده بيدرو نيتو وجواو بيدرو الاثنين المهاريين، جاب ديلاب، يعني ميركاتو كان ممتاز بالنسبه للبلوز، عنده تخمه في اللعيبه وممكن يبيع انكونكو او يطلعه اعاره لان هو فعلا ما عادش ليه مكان خالص في وجود الفراوده المهمين جدا زي ديلاب يعني انا عايز اعرف هو هيلعب امتى لان جواو بيدرو هيحتل المكان دوت، راجل متحرك لعيب واثبت كفاءه وكان مهم جدا جدا معاهم لما خدوا كاس العالم للانديه. هنشوف الماتش ده يعني هو رايح ناحيه البلوز، لكن محدش ينكر ابدا قوه فرقه النسور وان هو ممكن ينقضوا على البلوز في ستانفورد بريدج ويعملوا مفاجاه مع ماتيتا وايسي اللي لو قدروا يحافظوا عليه. يعني الانجليزي الراجل متحرك لعيب قوي شويط بيصنع بصير كويس جدا، خط دفاع مع كلاسنر يعني مؤدي اداء ممتاز، الراجل عمل مباراه هايله قدام ليفربول. هنشوف طبعا الماتش ده مثير لكن النتيجه يعني رايحه شويه ناحيه البلوز بما انه على ارضه بالصفقات الجديده. هنشوف انزو ماريسكا هيقدر ان هو يضمن الثلاث نقط دول ولا كريستال بالاس ناوي على ان هو يحجر ويخطف هدف ويبوظ فرحه جماهير البلوز بعودة الدوري الانجليزي. هنشوف الماتش ده الساعة 4 ان شاء الله يوم الاحد، ويلا بينا نروح على الكلاش الكبير اللي احنا منتظرينه، يلا بينا. واخيرا على مسرح الاحلام اهم مباراة اللي الناس بتعتبرها الكلاسيكو الانجليزي في الدوري الانجليزي البريمير ليج وموسم 25 و26 اللي طول قوي انتظاره واخيرا هيلعب النهارده ان شاء الله بالمباراة الافتتاحية اللي احنا اتكلمنا عنها مع الريدز. المباراة صعبة بالنسبة للفريقين، اموريم ما اداش قوي بري سيزون ممتاز، يعني حتى لما جه يلعب قدام الفيولا يعني كسب بضربات الجزاء والهدف اللي جابه كان هدف اون جول، يعني ما بانش قوي شكل اليونايتد عمل صفقات كتيرة جدا ومن اكتر الفرق اللي صرفت في الميركاتو الصيفي، جاب شيشكو بنيامين شيشكو السلوفيني، جاب ماتياس كونيا اللي كان في فرق كتير عايزه تحصل على خدماته ودفع فيه مبلغ محترم، امبويبو الراجل الكاميروني المتحرك اللي هيعمل من وجهه نظري يعني ثنائيه خطيره مع كونيا، الاثنين متحركين ومهاريين وبيحبوا صراع وبيحبوا الكوره في المساحات وفي المساحات الضيقه كمان، اثنين لعيبه كبار قوي وشويط. امبويبو يعني ما ننساش ابدا الكور اللي بياخدها على الطاير، لعيب كبير جدا. الفرقه كان مشاكلها الموسم اللي فات مع اموريم دفاعيه، مشكله مانشستر يونايتد كانت دفاعيه. هل الصفقات اللي جابها البرتغالي اموريم هي اللي هتحل المشاكل؟ اما ديالو هل هيقدر انه يلاقي مكان اللعيب القوي جدا اللي كان بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا جدا في المباريات بتاعته، هل هيلاقي له مكان وسط تخمه اللعيبه دي في الهجوم؟ برونو فرنانديز اللي كان بيحب يلعبه في الخط الهجوم حتى مش في نص الملعب، هيكون مكانه فين بعد التخمه دي في وجود شيشكو اللي غالبا هيكون هو الاساسي؟ كونيا
ومبويمو يعني برضو اعتقد انهم هيكونوا اساسيين. نص الملعب مانويل اوجارتي ومفيش ابدا غنى عن كوبي ماينو، الاثنين دول هيكونوا موجودين. الاطراف هتحط فيهم مين؟ هل هتحاول تلعب اماد ديالو اللي دفاعيا مش قوي زي ما احنا عارفين، الراجل اصلا بيلعب وينج وهجوميا اكتر ولاعيب كويس جدا وسريع وبروميسنج، والناحيه الثانيه هل هتلاعب دالو او هتلاعب دورجو؟ يعني في دلوقتي مشكله في دفاعات اليونايتد، هل هتلعب بالثلاثه في عدم وجود ليساندرو مارتينيز وعدم وجود كمان مزراوي بسبب الاصابه، الاثنين مصابين. هيلعب هاري ماجواير الدور ده كراجل ليبرو. هتعمل ايه بالظبط يا اموريم؟ المباراه صعبه. الارسنال متوقع ان هو يخش يهاجم، عنده جو كريش اللي جابوه من البرتغال، واخيرا مضى الارسنال بعد ما قال الراجل بنفسه انا مش هلعب غير لارسنال. اللعيب البرتغالي القوي المهاجم الفذ اللي منتظر ان هو يتالق فيكتور في البريمير ليج. هنشوف بالنسبه للطرفين التانيين. ساكا مفيش غنى عنه ناحيه اليمين واكيد هيكون موجود. الوقت في بس مشكله يعني هيقابلها الراجل ارتيتا المقاول، عنده مشكله. الوقت انا بعتمد على كاي هافرتز بقالي فتره طويله في المكان دوت، وفي انسجام كبير جدا بينه وبين اوديجارد، وانا اتكلمت عن القصه دي الموسم اللي فات. حتى مع مارتينيلي بيحصل بينهم باصات معينه، اللي الكلام ده مش موجود مع فيكتور. فهل في المباراه دي بالذات هيبتدي بفيكتور ولا هيسيبه على دكه البدلاء ويضيع على الفانتسي، يعني الناس بتوع الفانتسي النقط بتاعتهم، ويلاعب كاي هافرتز؟ وده احتمال وارد ان هو يبتدي بهافرتز بما انه منسجم جدا، والحته اللي لسه ما جابهاش فيكتور بسبب ان هو لسه منضم للفريق طبعا، وهياخد فتره علشان يفهم تحركات مارتينيلي ويلعبوا مع بعض بالهارموني اللي موجود اوريدي مع الراجل الالماني المتحرك كاي هافرتز. هافرتز بيضيع اهداف كتير طبعا، انا كنت ضد ان هو اللي يلعب اساسي طبعا، لكن المباراه دي بالذات انت محتاج حد يفهم الكرات هتروح فين. اوديجارد والطريقه اللي بيلعب بيها الراجل سوباميندي في نص الملعب اضافه كبيره جدا بالنسبه لارسنال، وحاجه يعني واخد لاعب الشهر اللي فات دوت. صحيح ما لعبوش كتير، والبري سيزون بتاع ارسنال يعني كلها ماتشات وديه، لكن ادى مباريات كويسه جدا. هيكون موجود طبعا بعد رحيل بارتي والجيل القديم اللي كان يعني كنت بنادي من زمان ان هو يمشي. وجود ديكلان رايس في نص الملعب مع سوباميندي هيكون يعني عامل مهم جدا جدا. الاضافه اللي بيقدمها رايس لما بيتقدم مع اوديجارد، سوباميندي هو اللي هيقف في الحته دي كارتكاز ويلعب رقم 6. والدفاع طبعا مفيش شك ان احنا عارفين خط الدفاع الحديدي اللي كان قدم مباريات ممتازه جدا، ويليام ساليبا وماجالايش، وناحيه الشمال لويس سكيلي اللي بينافس على اللعيب البروميسنج بالنسبه للكره الذهبيه، والناحيه الثانيه غالبا تيمبر هو اللي يعني هيكون موجود على حساب بين وايت. بين وايت والنواحي الهجوميه والدفاعيه هيكون مهم جدا تواجده، بيحل محل السنتر باك وبيحل محل الباك رايت والباك ليفت كمان، ويقدر ان هو يخش ويضم على نص الملعب. لعيب مهم جدا بالنسبه لارتيتا، وهو بيحب اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز. سوباميندي هيكون اساسي معظم الاوقات مع رايس. التساؤل الوحيد دلوقتي اللي ممكن يخطر على بالنا بالنسبه لارتيتا، هل ميكيل ميرينو هيكون ليه نفس الدور اللي كان بيعمله الموسم اللي فات؟ كان بيلعب كتير جدا، دقائق كتيره جدا، كان خلال اصابه هافرتز كان هو اللي موجود، وفي نص الملعب خلال يعني دوشه بارتي وهبوط مستواه كان بيلعب، وهو اللي كان بيأدي مع رايس. ادى مباريات كويسه جدا، لعيب قوي متحرك بيقدر ان هو يحط جسمه وطويل. ميكيل ارتيتا ازاي هيحاول ان هو يحط دقائق او يوجد دقائق لميكيل ميرينو؟ وهل سوباميندي زي ما انا شايف هيكون هو الاولى لان هو بيعرف يلعب 6 احسن بكتير من ميرينو اللي هو بيلعب 8 غالبا بوكس تو بوكس؟ يعني بالنسبه لنص الملعب انت كان عندك مشكله في بارتي، جبت سوباميندي. هنشوف يعني المباراه دي مباراه هتكون صعبه جدا على الفرقتين. ناحيه ارسنال شويه صغيره، لان دفاعات بالنسبه لليونايتد بالنسبه لي انا مش مطمئنه بوجود يورو وهاري ماجواير. هل هيقدروا ان هم يعملوا التوازن في وجود دالو ودورجو اذا كان هم دول اللي هيلعبوا؟ ولو امد ديالو هو اللي لعب مكان دالو هيكون الشكل عامل ازاي؟ انا شايف ان هي تعتبر ثغره
في اطراف مانشستر يونايتد على ارضه في مسرح الاحلام. اموريم عايز ان هو يسيطر على المباراه الكبيره الكلاسيكيه بالنسبه لجماهير انجلترا، يعني مباراه مهمه جدا من ايام جوزيه مورينيو وارسن فينجر، ومن قبل كمان لما كان السير أليكس فيرجسون كان هو اللي ماسك الفتره طويله جدا في مانشستر يونايتد، وارسن فينجر في ارسنال. هنشوف الماتش ده يعني ماتش مثير جدا، نتيجته غير متوقعه من وجهه نظري، رغم ان في ناس كتير ممكن تتوقع ان هي تميل ناحيه ارتيتا، لكن حته ارتيتا بتاعه الخوف هل هتيجي في الماتش ده وتظهر؟ هل هيخاف وان هو يحاول يقفل على شيشكو وكونيا ويعمل كتير قوي حساب لمانشستر يونايتد ويقفل على نفسه، ولا يلعب بطريقته ويهاجم بري سيزون ممتاز، يعني يلعب بجوي كريش كأساسي، ولا هيحط هافرتز ويدور على التجانس؟ ده طبعا هيبان لسه مع الوقت، هنفهم المدربين ناويين يعملوا ايه في الاسبوع الاولاني. انا سعيد جدا وحشتوني ان الدوري الانجليزي رجع، ويلا بينا يعني نستمتع ان شاء الله بالكرة العالمية. اتمنى اكون افدتكم واكون ضيف خفيف عليكم. الفيديو طول مني شوية علشان الكلام يعني ما اتكلمتش كتير على المباريات والميركاتو، ومع ذلك الفيديو طول. هنشوف ان شاء الله مع الوقت نقدر ان احنا نظبط الدنيا، واتمنى لكم مشاهدة سعيدة وممتعة. معايا ملعوبة بودكاست محمد القاضي، مستنيكم ومستني آرائكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الاسبوع الجاي. سلام.